اللي قدامك دي خلصت على 40 شخص من بينهم عيالها. ابتدت الحكاية لما حصلت حريقة كبيرة في بيت مزرعة في بلد اسمها لابورت في أمريكا، ونتج عن الحريقة دي جثث ل3 عيال وواحدة ست راسها مقطوعة وملهاش أي أثر. وقتها الناس افتكروا إنها جثة صاحبة المزرعة بيل جانيس، بس ليه الجثة كانت من غير راس طالما اللي خلص عليهم حرق البيت باللي فيه؟ وليه البوليس لما فتش ملقاش دماغها في أي حتة؟ في 1859 في النرويج اتولدت برينهيلد باولسداتر لأب وأم كانوا فقراء على الحديدة، وده اللي خلاها تشتغل أي حاجة وكل حاجة، المهم إنها تحوش فلوس. ولما وصلت لسن 22 سابت النرويج وهجت على أمريكا وقعدت في شيكاغو وغيرت اسمها لبيل. وفي 1884 اتجوزت واحد اسمه مادز سورنسون، وشوية ويخلفوا 4 أطفال. وبعد فترة الأمور تمشي ويفتحوا محل حلويات، بس للأسف ما يشتغلش كويس عشان بعدها يتحرق المحل فجأة. وقتها قالت بيل إن لمبة جاز كانت السبب، وخدت فلوس التأمين كاملة اللي بيها تشتري بيت جديد، وبعد كام شهر يحصل المحل وتقبض هي التأمين اللي تاخد بيه بيت أوسع من اللي فات. لكن للأسف تتوفى بنتين من بناتها بسبب التهابات في الأمعاء. وفي سنة 1900 يحصلهم أبوهم برضو بشكل مفاجئ بسبب نزيف في المخ، وبدل ما تحزن على المرحوم وتكن شوية تروح بعده بيوم واحد تصرف بوليسة التأمين بتاعته اللي كانت ب$7000، واللي كانوا في الوقت ده ثروة قومية. ولأن زي ما بيقولوا كان القرش أبوها وأمها، استغلتهم كويس واشترت بيهم مزرعة كبيرة في بلد اسمها لابورت في ولاية أنديانا في أمريكا، وعاشت فيها هي وعيالها الاتنين سنة 1901. ومفيش سنة واحدة واتجوزت بيل مرة تانية من واحد جزار كان مدير مزرعة اسمه بيتر جانيس، اللي عاش معاه هو وبناته الاتنين في مزرعتها. وده قبل ما واحدة منهم تتوفى بعد كام يوم من جواز أبوها، اللي سبحان الله بعدها ب5 شهور بس تقع على دماغه مكنة السجق الحديد اللي هو شايلها بإيده على الرف وتدشدش دماغه. وقتها محدش صدق إن راجل جتة وشغال بقاله سنين في المجال ده يموت زي دي. واللي زود شك الشرطة أكتر هي زميلة بنته جيني اللي سنها 14 سنة، اللي قالت في التحقيق إن جيني حكت لها إن بيل هي اللي خلصت على أبوها. بس أثناء استجواب الشرطة لجيني قالت ما حصلش يا باشا، دي مرات أبويا دي زي الفل، وأنكرت الحكاية دي تماما. وقتها قدرت بيل إنها تخلع من التهمة وتحججت بحملها في ابنها من بيتر جانيس اللي هيتولد في سنة 1903، وقالت إزاي تموت أبو ابنها اللي جاي. وبالنسبة لجيني بنت جوزها فديت اختفت أول ما شرف أخوها الجديد. وقتها بيل قالت لجيرانها إنها ودتها مدرسة داخلية في شيكاغو، بس مكانها الحقيقي ما كانش يخطر على البال. المهم إن بيل طلعت من الليلة دي برضو بمبلغ تأمين محترم كان جوزها مأمن بيه على نفسه. بس تكن بقى وترضى على كده؟ أبدا، دي اتطورت أكتر لدرجة إنها عملت إعلانات جواز في الجرانين، ولما تستقر على العريس تطلب منه يجيب اللي وراه واللي قدامه ويجي يعيش معاها في المزرعة بحجة إنه يدير الشغل ويكبروا المزرعة مع بعض. وعشان تسبك الموضوع أكتر شغلت واحد معاها اسمه ري لامفر، وخليكوا فاكرين كويس الاسم ده علشان هنجيله كتير بعدين. المهم إن ما بين سنة 1906 و 1908 المزرعة شافت عرسان أشكال والوان، وكل واحد فيهم كان بيختفي كأنه ما جاش من أصل، لحد ما جه الدور على واحد اسمه جورج أندرسون كان داخل المزرعة ياخد فكرة عن بيل وحياتها، فما كانش جايب فلوس كتير معاه. وبسبب إنه ما كانش شايف بيل جميلة كفاية ومعاملتها كانت ناشفة، فلما كلمته في موضوع الاستثمار قالها إنه لازم يروح المدينة يجيب فلوس ويرجع. بس الغريب إن في الليلة دي وهو نايم صحي على منظر بيل وهي ماسكاله شمعة وعينيها بتطق شرار. الراجل شاف المنظر ده وقال يا فكيك وهرب. ومن كتر الرجالة اللي اتجوزتهم وعشرتها مع مساعدها ري لامفر وقعت بيل في مشكلة صغيرة، لأن لامفر ابتدى يحبها ويغير عليها ويهددها باللي هي بتعمله. واللي زاد وغطى إن أهل الرجالة اللي اختفوا بقوا بيعملوا بلاغات أكتر ضدها، وكانت إجاباتها في التحقيقات إنها ما تعرفش عنهم أي حاجة، وفعلا ما كانش ليهم أي أثر في بيتها. وسنة 1908 حصلت حريقة كبيرة في بيت بيل جانيس اللي لقوا فيه بعد ما طفوها جثث ل3 أطفال وواحدة ست من غير. وطبعا اتهموا ري لامفر مساعدها الأمين في المزرعة، خاصة بعد ما شافوا واحد من الجيران بيخرج من البيت بعد الحريقة. ده غير ان محامي بيل جانيس بيقول انها طلبت منه قبل الحريقة بيوم يعمل وصية تقول فيها ان كل ثروتها تروح لولادها وكمان لدار ايتام في شيكاغو، لانها كانت خايفة ان ري لامفر يخلص عليها ويحرق بيتها بعد ما طردته من شغل المزرعة. وزي ما قلت لك في الاول ان الشرطة افتكرت ان جثة الست اللي من غير راس دي هي جثة بيل، بس الغريب ان لما جيرانها شافوا الجثة اكدوا انها استحالة تكون هي، لان بيل كانت ضخمة وطولها حوالي 180 سنتي والجثة
الموجودة كانت أقصر بكتير من كده. وبالنسبة للأطفال فبعد التحقيقات اتأكدوا فعلا إن هم كانوا أولاد بيل جانيس، وإن جثة الست استحالة تكون لبيل. بس المفاجأة اللي هتقلب الدنيا هو اللي حصل بعد الحريقة ب4 أيام. لما وصل المزرعة واحد من النرويج اسمه أزلي هالكتون، كان بيدور على أخوه أندرو اللي كان قايله من كام شهر إنه هيتجوز بيل، ومن يومها ما شافهوش. المهم طلب أزلي من عمدة البلد إنه يؤمر بتفتيش المزرعة مش البيت بس، لعل وعسى يلاقي أي حاجة توصله لأخوه. وفعلا قابل أزلي أخوه، بس في زريبة الخنازير اللي كان مدفون فيها هو و40 جثة معاه. هنا الشرطة ما كانش قدامها غير مشتبه فيه واحد، وهو ري لامفر مساعد الست بيل اللي اتحكم عليه يوم 21 نوفمبر سنة 1908، اللي بعد سنة واحدة من الحكم عليه ضميره يصحى اكمنه جاله مرض السل، واعترف ان بيل جانيس ما ماتتش اصلا في الحقيقة، وانه ساعدها تهرب لبلد اسمها ستيلويل قريبة من ليبورت، واللي منها خدت قطر يوديها لشيكاغو. وهو رجع المزرعة وولع في البيت عشان يضلل الشرطة. واكد لامفر انه ما خلصش على اي حد، وانه كان بيساعدها في شيلهم ودفنهم بس. ولما قالوا له امال مين يا ابني الست اللي دماغها مش موجودة دي، قال لهم انها ست كانت جاية من شيكاغو، وبيل كانت لسه مشغلاها في البيت قبل الحريقة بكام يوم، وموتتها وما همهاش الأمومة خالص، وخلصت على عيالها ال3 وحطتهم جنبها وسابتهم في البيت على أساس انهم اتقتلوا وراحوا في الحريقة، وخدت بعضها وهربت. وكده لامفر يكون خلص ضميره قبل ما يتوفى في 1909. بس الغريب ان محدش سمع عن بيل من يوم الحريقة لحد سنة 1931 لما اتقبض على واحدة اسمها إستر كارلسون بتهمة قتل في لوس أنجلوس في أمريكا. بس للأسف اتوفت قبل محاكمتها وقبل ما يتأكدوا وهي عايشة إذا كانت هي بيل ولا لا. عشان كده الشرطة استدعت شخصين من جيران بيل في مزرعتها في ليبورت يشوفوا الجثة في المشرحة، وأكدوا إنها هي بيل جانيس، أبشع أم وزوجة ممكن تسمع عنها. والغريبة إن طول عمرها فضلت هربانة وفي الآخر تموت في السجن.